نهار 1 ديسمبر 2018 مع الخمسة ونص ديال العشية، غريس تلاقات مع جيسي. باش نعرفكم على الشخصيات اكثر، غريس هي واحد البنت عندها 22 عام، بنت ضحوكيه كانت عزيزه على العائله، وكان هذاك النهار العيد ميلاد ديالها. فاشنو دارت؟ كانت قبل كتهضر في تيندر، تعرف على شي واحد عادي كيف ما كيديروا كاع البنات، وتلاقات مع جيسي. قال ليها نتلاقاو اليوم في عيد ميلادك. داكشي اللي دارت، تلاقات معاه وتعرفت عليه، وبقات كتصيفط الميساجات لصاحبتها وكتقول لها هذا هو الراجل اللي بغيت، شخصيته زوينه، كيعرف يهضر، كيعرف يتعامل، وقيلا هذا غنكون معاه. داكشي اللي كاين. بقاو كيهضروا في البار لمده ساعات، وهو يقول لها علاش ما نمشيوش لماي بليس، علاش ما نمشيوش لداري؟ قالت ليه اوكي ماشي مشكل يلا نمشيو. ولكن هو ما داهاش لدارو، داها الاوتيل. اوتيل تما فين بقاو ديك الليله كامله. ولكن غد ليه للاسف ما خرجتش غريس، خرج غير جيسي كيبان في الكاميرات. اشنو مشى دار؟ مشى شرا واحد سوت كيس او لا الباك او لا لافاليز، مشى خداها من السوق ورجع وخرجها في واحد فين كيحطوا هذوك لي فاليز، ما عرفت شنو سميتهم، كيحطوهم ملي تيكونوا بزاف ديال لي فاليز كيحطوهم الاوتيل. جد لافاليز وحطها فوق هذيك اللعيبه، ودفعها لاسانسور، ودا لافاليز، وجاب واحد لافاتور او لا جاب واحد السياره ودا هذيك السوت كيس. ولكن الصدمه اشنو كان وسط هذيك لافاليز؟ كانت غريس. شدها من بعد ما قتلها في الاول لقاء ديالهم، ودارها في هذيك لافاليز وخرجها، ودفن لافاليز وغريس بجوجو مع بعضياتهم في واحد البلاصه خاويه. العائله ديال غريس بقات كتعيط ليها لانه عيد ميلادها باش يحتفلوا. فينك ما فينك ما كتجاوبش، الغد لي ثاني ما كتجاوبش. اشنو داروا عائلتها؟ مشاو عند البوليس وقالوا ليهم عافاك راه عاونونا، راه ما لقيناش بنتنا. ولكن البوليس خاصهم يتسناو 24 ساعه لانها ماشي قاصر، بالغه. دونك بقاو كيتسناو 24 ساعه، وبداو البحث، وبداو من البلاصه اللي تلاقات معاه. حيت الروح عزيزه عند الله اولا الزهر ديالها، كانوا الكاميرات في اي بلاصه كتمشات ليها هي وياه. اول بلاصه تلاقات معاه واحد البارك، من بعد مشاو للبار، يعني سجلاتهم كلشي، سجلات وجههم، سجلات التحركات ديالهم كيفاش كانوا كيديروا، كلشي سجلاتو. دونك دونك القضية واضحة. بقاو البوليس متبعين من البارك، من بعد مشاو للبار، من بعد مشاو الاوتيل، من بعد هو خرج راسو، طلع في لاسانسور كيصور، مشى جاب لافاليز، من بعد رجع، من بعد خرج لافاليز، وعيطوا ليه قالوا ليه فلان شرح لينا شنو كاين. قال لهم ما عرفتش، انا تلاقيت معاها ولكن راه خرجت هي راسها وانا خرجت راسي. قال لي وديك الفاليز اللي مشيتي شريتي؟ قال لهم غير حوايجي كانوا في الاوتيل وما لقيتش فاش نديرهم وانا نشريها وانا نمشي. قال لي وكيفاش الا كانوا غير الحوايج علاش زيتيهم في هذيك اللعيبه؟ قال لهم لا، غير كانوا عندي بزاف د الحوايج، وكان لابتوب وداكشي وكانوا ثقال. قال لي شوف اخونا، جينا من الاخر، راه باين انت اللي درتي شي حاجه لغريس، قول لنا فينا هي غريس. وبدا كيبكي وينهار ديك الساعه حيت ما قدرش يخبي مازال. قال لهم انا تلاقيت مع هاد السيده ومشيت معاها الاوتيل حيت هي طلباتها مني، وبدينا كنرتاحوا لبعضياتنا راكم عارفين. ولكن بدات كتطلب مني شي حوايج في شكل، وحنا كنا اصلا سكرانين بجوج، يعني كنا شاربين بجوج. ومن بعد هي مشات للباتروم او الحمام، وجيت انا كنقلب عليها فينك ما فينك، ولقيتها فاقده الوعي، ومني قلبتها لقيتها ميته. وشنو درت حيت الشرطه ما غاديش تيقني؟ شنو درت انا؟ درتها في هذيك لافاليز و وانا نلوحها. قالوا ليه ورينا فين لحتيها. صافي مشى وراهم البلاصه فين لاحه، وتما كانت صدمه ديال العائله ديالها، يعني ما تقبلوش نهائيا، وقالوا لهم امبوسيبل بنتنا تكون منحرفه على الدرجه. بنتنا كانت مزيانه وكانت باغا غير تقلب على شي واحد اللي يكون الحب ديال حياتها بوغ توجور فوريفر، ماشي غير شي حاجه دو باساجي وصافي. شدوا جيسي وحكموا عليه ب70 عام، يعني واخا ما عرفت شحال يكون عنده من عام، راه يقدر يموت حتى في الحبس. وهذه هي كانت القصه ديال جيسي. للاسف بعض المرات كتلاقاو مع بسيكوبات في ديك تيندر. ماشي كلشي مزيان وماشي كلشي خايب، ولكن بالنسبه لي انا اغلبيه تما راه ما كيقلبوا على شي حاجه ديال المعقول. بسلامه.